احلى صباح ومسا عليك يا صاحبي يا برنس الليالي. حلقه النهارده حلقه جامده جدا بالعيار الثقيل. بس قبل ما اخش على الحلقه يا جدعان احب ارحب بصاحبي وحبيبي والكفاءه اللي هيقول معانا الفيديو ده. اشتغل بقى يا برنس وهات لنا احمد بتاع موديل المعلومات الحصريه. انتوا يا حدوده. انترو ايه بقى؟ انترو ايه بس؟ عايزين نخلص خلاص احنا بقى بروفيشنال. خلاص لسه معانا حاجات كتيرة جدا. خش على الفيديو على طول. والفيديو هنتكلم بقى الاول بقى صاحب القناه بقى، وصاحب القناه لا بيعرف يشوط والفيلم الأول. معروف يا رجاله، وده قبل ما نقول اي حاجه. بعد اذنك يعني يا برنس. والفيلم الاول معانا فيلم اولايزر الجزء الثالث، او بالعربي يا جدعان اسمه المعادل. والفيلم من بطوله دينزل واشنطن، فيلم نوعيه الاثاره والاكشن والجريمه. الفيلم بيحكي بعد تخلي دينزل واشنطن عن حياته كقاتل حكومي، بيجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله جنوب إيطاليا، ليكتشف أن أصحابه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، ومع تحول الأحداث إلى مميتة فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ يوم 3 أغسطس. الفيلم التاني معانا فيلم ميج الجزء التاني، فيلم نوعية الأكشن والخيال العلمي والرعب. مفيش سيوف بقى وبتعمل فيلم طبعا بيحكي عن بيعود لنا النجم الرائع جيسون ستام بالجزء الثاني. والفيلم بيحكي عن فريق من الغواصين بيعملوا بحث في أعماق المحيط، بتحول بعد كده لكارثة ضخمة، وفي مهمة للبقاء على قيد الحياة قصاد سمكة قرش ضخمة عملاقة أسطورية. فهل هيقدر بطلنا والفريق بتاعه القضاء عليه ولا إيه اللي هيحصل؟ والفيلم قادم لنا يوم 4 أغسطس 2023. الفيلم التالت معانا فيلم سلاحف النينجا، وهيبقى بعنوان متحولة الفوضى. انا مش عارف اتكلم انجليزي فانا بقول لكم من دلوقتي. فيلم نوعية الانيميشن والكوميديا والاكشن والمغامرة. الفيلم بيحكي عن القصة المعتادة من سلاحف النينجا، ولكن طبعا بجرافيك متطور. الفيلم بيحكي عن انه بعد سنوات من حماية ابطال النينجا لسكان نيويورك، بيطلع أبطالنا للنور عشان يكسبوا ود الناس بمساعدة إبريل في مواجهة عصابة إجرامية غامضة. بس العصابة دي بتخبي لهم أسرار خطيرة وقوية، وإنهم هيتواجهوا مع جيش من المسوخ فائق القوة. فيا ترى بقى إيه اللي ممكن يحصل؟ والفيلم قادم هنا يوم 5 أغسطس 2023. الفيلم الرابع معانا، وفيلم بصراحة ما اعرفش اقوله بالانجليزي فنقول لكم اسمه بالعربي. فيلم اسمه الجماعية، فيلم مدته ساعة 26 دقيقة. فيلم طبعا من نوعية الأكشن والإثارة. الفيلم بيحكي عن مجموعة من قتلة بتستهدف عصابة متطورة للإتجار بالبشر، بيدعمها شبكة بالمليارديرات. دريات؟ مش عارف. مهمة فريقنا إنهم يقضوا عليهم في الوقت المحدد. فيا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ والفيلم قادم يوم 7 أغسطس 2023. الفيلم الخامس معانا فيلم هارت اوف ستون او قلب من حجر. بقول لك قلبه حديد، ده قلبه حجر. الفيلم مدته ساعتين ودقيقتين. بص الحاجة غريبة ما يخلوها 5 دقايق. الفيلم نوعية الأكشن والإثارة. والفيلم طبعا بيحكي عن راشيل ستون، عاملة استخبارات، المرأة الوحيدة التي تقف بين منظمتها القوية والعالمية لحفظ السلام وفقدان أصولها الأكثر قيمة والأكثر خطورة. فيلم جامد جدا وهنشوف إيه اللي ممكن يحصل. الفيلم قادم يوم 11 أغسطس 2023، وينزل بقى بالفيلم اللي جاي يا عم أحمد. اتفضل يا باشا. الفيلم السادس معانا فيلم ذا لاست فيوجي اوف ذا ديميتر، أو بالعربي الرحلة الأخيرة من ديميتر. فيلم نوعية الرعب والإثارة. والفيلم طبعا بيحكي عن طاقم السفينة التجارية ديمتر في محاولة للبقاء على قيد الحياة في رحلة المحيط من تباراسيا إلى لندن، حيث يتم مطاردتهم كل ليلة من خلال وجود لا يرحم على متن السفينة. فيا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ الفيلم قادم يوم 11 أغسطس 2023.
اتفضل بقى يا عمودي. ايه الفيلم السابع معانا؟ وفيلم لمحبي العاب سباق السيارات والاثاره والغموض والاكشن. فيلم اسمه جران تورزيمو. فيلم من نوعيه الدراما والاكشن. ايه الفيلم بقى؟ طبعا بيحكي عن الفيلم بيحكي عن قصة حقيقية لجران توريزمو. قصته بفوزه بمهاراته العالية في سباقات نيسان ويصبح سائق محترف للسيارات. فيلم لمحب السيارات والسباقات الضخمة والخطيرة. والفيلم قادم هنا بردك يوم 11 اغسطس 2023. الفيلم التاني معانا فيلم بلو بوتال. انزل بقى بالفيلم اللي جاي يا عمود. فيلم طبعا تابع لعالم دي سي، وكما يقال من كلام جيمس جان ان جه اول شخصيه في العالم الجديد. عالم دي سي مبهدل جدا اليومين دول، فما نعرفش راسه من رجليه، فما نعرفش اصلا هو جيمس جان عايز ايه. الفيلم من نوعيه الاكشن والسوبر هيرو. والفيلم طبعا بيحكي عن الفيلم بيحكي عن خيمي خريج كلية حديثا بيروح لوطنه عشان يلاقي المنزل مش هو زي ما كان. بيبدأ رحلته في بحثه عن هدف ليه في العالم. بيدخل القدر بشكل غير متوقع بعد لما بيلاقي بقايا تكنولوجيا حيوية معاه اللي هو طبعا الجعران، وبيتغير حياته بالكامل وبيتحول بعد كده لبطل خارق في سبيل حماية أسرته والعالم من خطر قادم. فيا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ الفيلم قادم يوم 18 اغسطس 2023. الفيلم بقى التاسع معانا فيلم بعنوان القصاص، وانا بقى لمحب الافلام ديت ومحب افلام ليام نيسون. طبعا دوت في الاكشن ملوش حل. واهداء طبعا لصديقي وماي بيست فريند محبي افلام النجم ليام. والله تنفع اغنيه. الفيلم مدته ساعه و30 دقيقه، يعني ساعه ونص، في نوعيه الاثاره والاكشن. الفيلم طبعا بيحكي عن إن في متصل غامض بيحط قنبلة تحت مقعد سيارة مات اللي هو طبعا ميسون. بيبدأ في مطاردة عائلات المخاطر عشان يكمل سلسلة محددة ليه مع وجود أطفاله في نفس العربية، والقنبلة هتنفجر لو حد نزل من العربية. سباق مع الزمن، هل نيسون هيقدر ينقذ نفسه وأطفاله في الوقت المحدد ولا إيه اللي ممكن يحصل؟ والفيلم قادم يوم 25 اغسطس 2023. انهيها بقى يا عم احمد وقول الفيلم العاشر. والفيلم اللي معاه بعد كده فيلم ديد شوت او طلقة قاتلة. الفيلم مدته ساعة 27 دقيقة. فيلم نوعية الاكشن والاثارة. الفيلم بيحكي عن أحد أفراد قوات العسكرية بيهجم عليه كمين خاطئ فبيتسبب في مقتل زوجته. بعد لما الجميع بيفترض إن هو مات بيرجع تاني عشان ينتقم من الجميع. فهل هيقدر يحقق انتقامه ولا إيه اللي ممكن يحصل؟